مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا وحلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. بجد النهارده يوم جميل قوي، لان احنا عندنا عيد لشعب مصر كله من اسكندريه لاسوان. عندنا مناسبه لكل المصريين. بصراحه النهارده 30 يونيو، ثوره شعب وقائد عظيم اسمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا من هنا من برنامج الكرة مع محمد صابر بضرب تعظيم سلام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لرئيس الإنسان اللي خلانا في مصر في حتة تانية. أنا مش عارف لو قبل 30 يونيو كن مصر هتكون فين. النهاردة عشان هو عيد للشعب المصري ويوم خاص جدا عندنا في مصر كلنا ارفع راسك فوق، أنت مصري. ثورة عظيمة جابت قائد عظيم. كان لازم تكون حلقة استثنائية، وكنت لازم اختار نجمة استثنائية في كل شيء. على الأخلاق حدث ولا حرج، على الإعلام أستاذة إعلامية بدرجة دكتورة، إعلامية وطنية، أي إيفنت وطني هي موجودة، ما بتسألش. مصر تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ده شعارها. سندريلة الإعلام المصري والعربي. كلنا خلاص كده اكيد الريسيفر بتاعنا قناه هي موجوده عندنا، لانها خلتنا نحب قناه هي. وبرنامج حوار اسكندراني اكيد كلنا عرفناها. الاعلاميه القديره دكتور نشوى فوزي. اهلا بحضرتك يا دكتور نشوى. اهلا يا محمد. وبعدين انا يعني المقدمه الجامده دي انا يعني ما استاهلش كل دوت والله. ميرسي جدا لذوقك، ميرسي لكلامك. شكرا للروح المعنويه الحلوه اللي انت عطيتها لي. انت اللي جميل، وجمالك باين من الكلام اللي انت بتقوله، منور الدنيا، وانا مبسوطه ان انا معاك النهارده. ميرسي جدا يا دكتوره نشوى. مناسبه جميله طبعا. ميرسي لحضرتك جدا يا دكتوره، وميرسي طبعا حفاوه الاستقبال انا وكرو برنامج الكره مع محمد صابر. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور. احنا بنتشرف نكون مع حضرتك سندريلة الاعلام المصري والعربي دكتور نشوى فوزي. دكتور نشوى فوزي، في اليوم اللي احنا كلنا فرحانين فيه النهارده، يوم 30 يونيو اللي هو عيد المصريين، ايه الكلمه اللي عايزه تقوليها لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الانسان، القائد اللي كلنا بنحس ده اب واخ لكل المصريين؟ هو في البدايه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه والشعب المصري بخير، كل سنه ومصرنا الحبيبه بخير، كل سنه وقائدنا بخير، القائد العظيم زي ما انت قلت الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس قبل كده ان هو الرئيس الانسان، قبل كل دوت هو الرجل العسكري، رجل المخابرات الحربيه، رجل اللي دمر المخطط الاوروبي والغربي لتدمير الوطن العربي، الراجل اللي كان سابق عصره، الراجل اللي فكر بره الصندوق، الراجل اللي عمل انجازات، الراجل اللي عمر، الراجل اللي سلح، الراجل اللي عمل حاجات ما كناش نتخيلها، يعني مش في الحقبه الزمنيه دي بس، لا على مدار سنين كتير. كل سنه وهو طيب، ربنا يديله الصحه والعافيه، وربنا يعينه علينا، وبنحبك يا ريس. امين يا رب، امين يا دكتور. ايه كلمه عايز تقوليها للشعب المصري كله اللي مستني كلمه حضرتك من اسكندريه لاسوان؟ هو اول حاجه انا طبعا بقول كل سنه وانتم طيبين كشعب مصري، كل سنه وانتم طيبين، مش عشان كمان 30/6، لا، علشان انتم اثبتوا للعالم كله ان انتم الشعب الواعي الفاهم. طلعتوا في ثوره 30 يونيو بشكل، مش هقول بالشكل رائع، لا هو فوق الرائع، فوق يعني. انا اعتقد ان الدول المقدمه زي امريكا واوروبا والكلام، اما يعوز يعمل حتى اعتراض مش عارف يعمل ربع اللي احنا عملناه. توكيلات، حاجات رسميه طلعت في مسيرات. يعني احنا كنا النهارده 29 بنسجل النهارده 29، احنا تقريبا كنا النهارده زي من بالليل قاعدين في الميادين خلصين توكيلاتنا، بنفوض القوات المسلحه، وعايزين بخلع الرئيس السابق محمد مرسي. الشعب كله طلع على بكرة أبيه. كنا لما كانوا بيمشوا شوية هم منهم، يعني كنا نقول لا احنا وريناهم بقى، ده انتوا لو انتوا في شارع، احنا في أنحاء الجمهورية كلها. كان منظر جميل قوي قوي قوي. وطبعا المبدع خالد يوسف صور الكلام دوت. وستظل 30 يونيو هي الفارقة، وليس للشعب المصري بل للوطن العربي. ثورة شعب يا دكتور، مش مصر بس، للوطن العربي. دكتور نشوى، لو احنا ما كانش فيه 30/6 مصر كانت هتكون فين؟ نيجي بقى نقرا المشهد الحالي. اتفضلي.
وده بقوله للشباب وبقوله اللي طبعا فوضى السوشيال ميديا، الحرب الالكترونيه زي ما انت شايف الحروب اللي على مصر. بص بقى، احنا لو جبنا الشباب كده قدامنا، يعني شفنا المشهد، شفنا ايران، شفنا سوريا، طبعا انا مبسوطه جدا جدا بصرف النظر ايه اللي فصل في الاخر، بس تل ابيب بتتضرب في حياتها ما اتضربتش بالشكل ده، ومفيش ولا قبه حديديه ولا الكلام ده، وبقوا يجروا زي الفيران زي ما انتم شفتوا في المشاهد التلفزيونيه. عايزه اقول لهم تخيلوا كده مصر في حكم الاخوان وايران واستراليا الامريكي، قاعده امريكيه تبقى عندنا، نبقى تحت رحمه الولايات المتحده، تحت رحمه الكيان الصهيوني. تخيلوا كل ده وبنديهم سينا، يلا تعالوا هجروا عندنا سينا، لا خدوا حته اكبر. ما كانش في مصر، كنت انت بتنفذ المخطط الصهيوني من النيل للفرات، وكان كمان مش بقى هيبقى النيل للفرات، لا لحدود ايران وبعد ايران من المحيط للمحيط زي ما هم بيقولوا. تخيل كل ده، انت قاعد دلوقتي، كان يعني اثناء ما كان الحرب بين 12 يوم، لا انت في الساحل، انت بتصيف، انت بتعمل حفلات، انت بتقزقز لب، انت قاعد تتفرج على التلفزيون، قاعد بتتابع هي ايران اتاخرت ليه النهارده الصواريخ. مظبوط يا دكتور، كلنا مبسوطين. طيب الشباب بقى ما يحط كده قدامه، يسمع بقى اللجان الالكترونيه والهزار السخيف، بالعكس ده قنوات الاعداء دلوقتي بقت بتقول الرئيس على حق. فده اللي انا عايزه اقوله، بصوا للمشهد، ربنا عمل المشهد ده مخصوص عشان نستوب ونشوف صح يا دكتور، صح. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره، كل سنه وشعب مصر طيب، وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وميرسي جدا على اليوم اللي حضرتك كنتي شرفتينا النهارده جدا. النهارده كنا سعداء جدا بحضرتك يا فندم. اولا انا مبسوطه جدا ان انا موجوده معاك يا محمد، جدا جدا. سكندري واعي، انا اتمنى لك فرص كتير قوي، انت تستاهل، انت تبقى المفروض في حته ثانيه خالص. ربنا يخلي حضرتك. مبسوطه ان انا معاكم في مناسبه زي دي شاركنا فيها كلنا. كان عندنا امل ان احنا يعني ما كانش في حاجه اسمها لا، احنا لازم نرجع مصرنا الحبيبه، ورجعناها بقائدنا اللي واقف معانا، رجعناها بالقوات المسلحه المصريه، رجعناها بشعب مصر اللي بيحب مصر وبيحب الوطن. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا دكتور. انا في نهايه الحلقه النهارده بجد كنت مستمتع جدا مع استاذتي الاعلاميه الكبيره دكتور نشوى فوزي. انا عايز اقول في النهايه زي ما اتعودنا بقى في برنامج الكوره مع محمد صابر، اللي احنا نخلص الحلقه اكيد كلنا سهرانين النهارده في اليوم الجميل ده، في يوم يعني خالد في تاريخ شعب مصر كله. انا بقول لن تسقط مصر برئيسها القائد العظيم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجيشها العظيم وشرطتها وشعبها العظيم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. شكرا لحضرتك.